حصل لي يا مصطفى؟ المفروض انك تنسيه وما تفكريش فيه وتحمدي ربنا ان عدل ربنا موجود، والبوليس قدر يقبض على المجرمين ومش هيفلتوا من العقاب. بس انت كده ظلمت نفسك يا ابن عم. بما بقى ان احنا كتبنا الكتاب ورحنا عند المأذون ودفعت 1500 جنيه خمسينات وعشرينات، ها؟ وبدل بقى ابن عمي اللي انت ماسكاه لي دلوقتي قدامك حل من اتنين دون الاستعانه بصديق. يا اما تقولي يا حبيبي زي ما كنت تقولي زمان، يا اما بقى بما اني بقيت جوزك تقولي زي ما بيقولوا حدانا في البلد يا سي مصطفى، حاجه كده زي سي السيد. ولا ده مش من حقي؟ والحمد لله ان الحلم اتحقق يا حنان، وكل اللي كنت عايزه من ربنا حصل وبقيتي تاج راسي. احمد ربنا واشكر فضله. من قلبك ده كله يا مصطفى؟ والله يا حنان وحياة حنان وحب حنان من جوه 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 قلبي احلفك بحبنا عشان خاطري. نفسي حنان، نفسي اشوف ابتسامتك الحلوه، احلى ابتسامه كنت بشوفها في الدنيا. طب اقول لك على حاجه، قدامك حل من اتنين، يا بمزاجك تضحكي وتضحكي قوي، يا اما غصب عنك هفضل ازغزغ فيكي لحد ما تضحكي وتملي الدنيا كلها ضحك. يا مع انها ابتسامه صغنونه مهمومه لكن قد ايه كانت وحشاني. يعني ايه الكلام ده يا مرسي؟ خلاص اتسدت من كل ناحيه، حتى جوزها اللي فيه كل العبر وبيعمل عمليات ضد القانون عمل فيها شريف ورفض العرض. الا جوزها ده، الا جوزها راجل دماغه ناشفه، لا عايز يتفاهم ولا عايز حتى يقعد مع سعادتك. وايه اللي جرى في الدنيا يا مرسي؟ اسمع يا مرسي، انا عايزك تهد الدنيا على دماغ الكل. حاضر حاضر حاضر. انا كنت هدفع ال10 مليون جنيه على سبيل الترضيه. انا مستعد ادي الفلوس دي لشويه بلطجيه يخلصوني من العالم الزباله دي. هديتهم، موتهم يا مرسي، احرقهم بجاز وسخ. الست دي لازم تغير اقوالها. ولا هنقتل ولا هنهدد، اللي احنا عايزينه يحصل هيحصل ان شاء الله. بس سعادتك اهدى. انت مش شايف اللي بيحصل يا مرسي؟ اظبط المسائل هنا وبعد كده انا واثق ان سعادتك مش هتستخسر فيا انا ال10 مليون. اسمع يا مرسي، انا ما باخدش منك غير كلام وبس. سيبني انا هتصرف. مالك يا علا؟ شايفك كده بتقدمي رجل وتأخري رجل زي ما تكوني عايزة تقولي حاجة. اصل حصلت النهارده كده حاجه ومش عارفه اقولها لك ازاي. حصل ايه؟ مقابله يعني حصلت بين إيهاب ونور في كافتيريا على النيل. اتقابلوا الساعة 5:10 وخلصت المقابلة 6:30. ايه ده؟ مين اللي قالك؟ نور ولا ايهاب؟ انت فاهمة يا هانم ان انا نايم على وداني ولا ايه؟ ده انا بتاع مباحث، يعني معقولة كمان مش هعرف اشوف بنتي بتعمل ايه؟ ده تبقى مصيبة. انت بتراقب نور يا محمود؟ بتراقب نور؟ رد عليا. جرايه يا علا انت اتجننتي؟ نور ايه اللي انا هراقبها؟ امال عرفت منين؟ اول ما ايهاب كلمها فكلمتني عشان تستأذن مني، ولاني واثق من اخلاقه انا وافقت ان هو يقبلها. امال ما قلتليش من الاول ليه؟ وهي كمان ما قالتليش ليه؟ ايه خلاص بقيت واحده غريبه في البيت بتخبوا عليا؟ ما تكبريش الموضوع يا علا. لا هو بقى كبير، فهمني. انا فاهمك يا ست، هي ما رضتش تقول لك لان عارفه ان ايهاب اساسا بيشتغل معايا في المكتب، وعيب قوي انها تقابله من ورايا، فكان لازم تقول لي. طب وانت؟ ما هو لو كانت قالت لك ما كناش هنخلص، كنت هتفضلي قاعده على اعصابك والسكر يعلى والضغط يعلى وما كنتش هتسيبيني بقى. هتفضلي كل دقيقه تليفون في المكتب، ايه اللي حصل؟ طب نور عملت ايه مع ايهاب؟ طب ايهاب قال لك ايه؟ طب هي قالت له ايه؟ ما كناش هنخلص. ايه ده؟ خلاص مكالماتي بقت وجع دماغ عندك يا محمود؟ يا حبيبتي انت تليفوناتك عندي انغام، مش انغام المطربه. لو بالمطربين يعني يبقى عبد الوهاب، ام كلثوم، اي حاجه انت بتحبيها. يا سلام، اضحك عليا وكل بعقلي حلاوه. الحقيقه مش عارف اقول لك يا دكتوره. في ايه يا فندم؟ انا ما اتمناش ان اي حد يقع في الموقف اللي انا فيه ده. دكتوره عبله، اللي قاعد قدامك دلوقتي مش الوزير شكري جلال اللي صوره ماليه الجرايد، انما شكري جلال الاب اللي شايف ابنه بيضيع قدام عينيه ومش عارف يعمل له حاجه. انا عارف انه غلط، عارف كمان انه يستاهل اكتر من كده، بس لو انت مكاني تعملي ايه؟
لما أكون مسؤولة عن ناس كتير بحكم منصبي ونفوذي لازم أعرف أربي ابني الأول. مش جايز دي الضريبة اللي بيدفعها أي حد بيشتغل في العمل العام، يشتغل لحساب الناس على حساب بيته وولاده وراحته الشخصية. يعني أنت يهمك إنك تكسب الناس كلها وتخسر نفسك وابنك وأعز الناس عندك؟ أديكي قلتيها يا دكتورة، أعز الناس. ابني هيضيع مني، أرجوكي أتوسل إليك، أنا مستعد أبوس إيدك، بس عشان خاطري اغفري وسامحي. من فضلك ما تضغطش عليا أكتر من كده. عايزة أسألك سؤال، لو لا قدر الله اللي حصل لي ده حصل لمراتك أو لبنتك، كان موقفك هيختلف عن موقفي؟ بتقول إن ابنك بيضيع، أنا كمان ولادي بتضيع، حياتي كلها اتدمرت. بعد ما صوري كانت بتنزل بكل احترام في الصحف والمجلات، النهاردة صوري بتنزل في صفحة الحوادث مع المشبوهين والمجرمين. قبل ما تلوم أي حد لوم نفسك، لوم المدام، لوم ابنك. أنا مش هغير موقفي، ده عرضي وشرفي، ده آخر كلام عندك؟ ما عنديش غيره. الست دي لازم تاخد على دماغها يا مرسي، لازم تعرف أنا مين. حاضر حاضر، بس معاليك اهدى. أهدى إزاي يا مرسي؟ أنا اخترتك أنت عشان محامي كفء، عشان قدراتك، مش عشان القانون وحضرات المستشارين والكلام اللي بتقولوه ده، وإلا كنت جبت أي محامي تاني. حاضر يا باشا، حاضر حاضر حاضر، كل شيء هيبقى اللي احنا عاوزينه يحصل هيحصل، بس هدي اعصابك. مش ههدى يا مرسي، مش ههدى. ايه يا حبيبتي، خدي بالك من احمد ومن بابي، ها؟ اوكي لميس، ولو عايزه حاجه كلميني. باي باي. يا بابا مالك يا حبيبي؟ لا حبيبتي ولا حاجة، بس زي ما تقولي كده شوية حسابات معقدة بتتعاد جوايا غصب عني. بخصوص ماما؟ أيوة حبيبتي. عارف انها لسه قافلة معايا على الموبايل زي كل يوم، تطمن عليك وعلى احمد، بتقولي خدي بالك منهم قوي. ماما دي حب العمر بحاله يا لميس. يا بابا غير انها يا بابا عشرة عمره، وان انتوا بتحبوا بعض، وان احنا كلنا محتاجين لبعض، اكيد العشرة دي مش هتهون عليكوا يا بابا. أكيد طبعا يا حبيبتي. طب يلا بقى، مش بيقولوا خير البر عاجله؟ يلا بقى نقوم نصالحها عشان خاطري. حبيبتي المسألة مش بالسهولة اللي انت متصوراها دي، سيبيني أقعد مع نفسي أشوفها هتمشي ازاي، وأوعدك يا لميس إن أنا ومامتك إن شاء الله هنرجع لبعض.